الجو بدأ يبرد يبقى على طول نجري نعمل بليلة. هعمل لكم النهارده البليلة بتكنيك سهلة خالص، وهقول لكم كمان ازاي تخزنوها وتطلعوها في اي وقت انتوا نفسكم في البليلة فيه تاكلوها. اول حاجة جبت كيلو من البليلة، غسلتها كويس ونقيتها وحطيتها في حلة وغطيتها بالمية كده، او حطيت 3/4 الحلة مية، وحطيت عليها فانيليا باودر، وكمان نص كوباية من السكر. ممكن نحط نص كوباية من الرز، بس المرة دي انا هعملها من غير رز خالص. هرفعها على النار حوالي ربع ساعة. أول ما تغلي هسيبها كده ربع ساعة تغلي، وبعد كده هقفل عليها وهسيبها ترتاح نص ساعة. هلاحظ ان هي هتشرب المية بتاعتها، والبليلة حجمها هيكبر وهيتضاعف. بعد كده، بعد ما ريحتها النص ساعة دي، هبدأ ان انا ازودها بالمية المغلية وهديها غلوة كمان. يبقى كده غلوة اولانية ربع ساعة، اريحها نص ساعة، وبعد كده هغليها غلوة كمان، وهريحها برضو بعدها نص ساعة. هلاحظ ان حجم البليلة شايفين كبر ازاي، والحباية بتاعتها فتحت وطلعت اللي جواها. دي كده اخر مرحلة. هبدأ بقى ان انا ازود عليها مية مغلية تاني، وهغليها اخر غلوة ربع ساعة. حاسة ان في ناس ما عملتش لايك، اعملوا لايك وشير، واعملوا كمان سيف للفيديو علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. بعد كده هبدأ بقى ان انا بعد ما زودت المية هغليها خلاص، دي اخر غلوة ربع ساعة. وشوفوا بقى شكل المية دلوقتي بعد ما البليلة اتفتحت كده. شوفوا شكل المية بتاعتها اتغير ازاي، بقت شكلها خلاص زي بتاعت الملكي بالظبط، شايفين؟ بس طبعا لسه هنضيف لها اللبن. المرحلة دي كده هي خلصت فيها. نقدر نخزنها في المرحلة دي، بعد ما بتبرد بنشيلها في الكيس ونحطها في الفريزر. ولو حابين بقى ناكل منها، يعني انا باخد جزء بحطه كده في لبن مغلي، باخد جزء منها وبحطها بقى على اللبن، هغليها غلوة على النار مع اللبن. والجزء التاني هشيل منه شوية في التلاجة لو احنا حابين ناكل منه، وهشيل منه شوية اكياس في الفريزر، في اي وقت بقى حابين نطلعها نتعشى كده بالليل بطلعها. احطها بقى في الاطباق واقدمها بالمكسرات. شايفين شكلها خطير وطعمها يجنن. متنسوش تعملوا سيف للفيديو لايك.